يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. تعالوا نعمل مع بعض بسبوسة بالكاكاو والقرفة. حلا كتير طيب وزاكي وراح تحبوه. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. أول شي راح نعمله هو التشريبة. هالمرة مو قطر، هو كوباية حليب مع كوباية سكر على النار حتى يغلوا، وبعدين نطفي عليهم نتركهم يبردوا بحرارة الغرفة. هلا هون معنا المكونات الجافة، عنا السميد، الحليب البودرة، السكر، الكاكاو البودرة، معي البيكنج باودر، معي القرفة البودرة، ومعلقة كبيرة من الطحين. نحرك المكونات الجافة كلها مع بعض، بعدين بنضيف المكونات السائلة. معي هون الفانيلا، معي هون قشطة، مقدار الزيت، ومقدار المي. طبعا المقادير كلها أسفل الفيديو. مثل ما عودتكم بنحرك كل المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط البسبوسة. معي هون جات بايركس، بدهنه بشوية زيت ونصب فيه الخليط، وبندخل البايركس على فرن محمى مسبقا على حرارة 180 تقريبا. أخذ معي 3 ساعة. بعد ما طلعت من الفرن خزقتها كلها بعود خشبي وسقيتها بالتشريبة الحليب والسكر اللي عملناها بالأول، وبنتركها تبرد بحرارة الغرفة. تعالوا نعمل مع بعض الطبقة الفوقانية. معي هون جبنة كريمي، أخذت تقريبا 3/4 القالب، ومعي هون حليب مكثف محلى، حطيت تقريبا نص العلبة. فبمحضرة الطعام حتى نحصل على خليط ناعم، بنسكبه فوق البسبوسة بعد ما بردت بحرارة الغرفة، وبنساوي السطح وبنغطيها وبنحطها بالثلاجة حتى تبرد تماما، تقريبا 2 3 4 قبل بيوم مثل ما بدكم. وبس. وبعد ما طلعتها من الثلاجة قطعتها وزينتها بالقرفة، وممكن تزينوها بالجوز أو بالكاكاو البودرة حسب رغبتكم. وما تنسوا دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد، وصحتين وألف عافية.